بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم النهاردة في مزرعة 3M بالساحل الشمالي، منطقة العمايد. ده دراجون فروت. ده فاكهة استوائية. ليها فوائد كتير جدا، منها إنها مضادة للسرطان وفيها نسبة ألياف عالية، فكويسة جدا للمعدة، وتحتوي على فيتامينات كتير جدا زي فيتامين د وفيتامين ألف. كويس جدا للبشرة والتجاعيد. آه، زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله تبارك الله. المزرعة دي احنا مؤسسينها في شهر يوم 15/10 السنة اللي فاتت، يعني بقالها سنة بالظبط. ما شاء الله عندنا إنتاج على الشجر، دي الدفعة الثالثة والأخيرة يعتبر، يعني في كام زهرة حاليا بس مش كتير، يعني تعتبر دي آخر دفعة. دي بشاير ما شاء الله تبارك الله زي ما حضراتكم شايفين. بالإضافة إن من مميزات الدراجون فروت وزراعته إن أنا أقدر أحمل عليه، زي ما أنا حاليا زارع توم تحت أهو في المصاطب. ده توم، وهنا محمل كرنب وخس وطماطم. ما شاء الله تبارك الله. طماطم اهي ما شاء الله تبارك الله. وعندي خس وزارع فلفل. انا طبعا دي عشان المزرعه دي معموله نموذج، فانا زارع من كل حاجه حاجه لان المساحه صغيره. بس طبعا انا لو عملت من كل حاجه دي كاستثمار، يعني انا مثلا هزرع دراجون فروت، هعمل بدل الشبك التغطيه اللي فوق ده ان انا اقدر استبدله بفاكهه باشون فروت. يبقى انا كده استغليت الارض 3 مرات، ان انا احمل تحت زي ما احنا محملين هنا، ده بتنجان وده فلفل، واقدر ازرع الدراجون في النص، واقدر بدل شبك التغطيه ده ازرع باشون فروت منه، هاخد منه انتاج، بالاضافه ان انا هوفر الشبك ده واخليه اصبح حاجه منتجه، فيبقى انا استغليت الارض 3 مرات. فانا لو عامل نص فدان يبقى انا كده كاني عندي فدان ونص بزرعه. بتعلي من قيمه المساحه الصغيره بتاعت الارض. مميزات الدراجون فروت ان انا ممكن اعمله فوق سطح، ممكن اعمله في جنينه، ممكن اعمله في جراج. ما شاء الله تبارك الله، حاجه الله اكبر، يعني ربنا يبارك لصاحبها. بالاضافه طبعا ان انت بتقدر ان انت تاخد منه شتلات، يعني هوري لحضراتكم الجزء بتاع الشتلات برضه في خلال سنة، سواء ان انت محتاج توسع بقى او تزرع، او ان انت محتاج ان انت تبيع شتلات. ما شاء الله تبارك الله الشتلات اهي. طبعا ان شاء الله الشتلات دي هوسع بيها في الجزء الاخضر اللي قدام ده اللي هو مكان البرسيم. وشكرا.